نائبة حنان الفتلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس، شكرا للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. يعني احنا نعرف امامهم تحدي كبير، ونعرف مسؤولية الوزارة كبيرة على اعتبار اكو جرح الأجهزة الأمنية وجرح الحشد ونازحين، هاي كلها تضيف ثقل على الوزارة يضاف إلى عملها اليومي مع المراجعين. لكن سيادة الوزيرة قد يكون القرار لو في وقت آخر غير هذا التوقيت ما تثار عليه هاي الضجة وما يحصل اعتراض شديد من قبل المواطنين. حضرتك تعرفين اكو تخفيض رواتب الآن صار، بعض المواطنين تخفضت رواتبهم 100,000 200,000 300,000. بنفس الوقت زيادة رسوم الكهرباء وزيادة رسوم التعليم وزيادة رسوم الصحة ولدت ضغط على مواطننا. طبعا هي الأسعار اللي ذكرتيها جنابك بالجداول مو أسعار كبيرة، يعني لربما في كثير من الدول، لكن من تتجمع على المواطن يصير المبلغ بالنسبة للمواطن الفقير. احنا ما عندنا آلية نفرز بها المواطن الفقير عن المتمارض عن الغني، يعني الكل دا يتساوى، الفقير والغني دا يتساوون. اثنين اكو فد مسألة اتمنى يعني توضحيها حضرتك. احنا رئيس الوزراء مستشاره ذكر انه بدون علم وبدون موافقته هاي فرض الرسوم جرى بدون علمه وبدون موافقته. حضرتك تقولين قرار اتخذ في جلسة مجلس وزراء، اتمنى توضيح اكثر، هل بعلم وموافقة رئيس وزراء لو رغما عنه بحيث تخلى عنها بالاخير؟ المسألة الاخرى اتمنى تجعلون الحكومة هي من تجد حلول. انتم يعني تريدون تلقون حلول لوزارة الصحة، بس صرتوا انتم بمواجهة المواطن. المواطن الان ينظر لكم نظرة سلبية لان يعتقد انتم تضرون به، في حين هو واجب الحكومة، كل الحكومات تخصص موازنات عالية للصحة. مو مسؤولية وزارة الصحة تجيب فلوس، مسؤولية الحكومة توفر لكم فلوس. مسألتين ما بها مجاملة، الأمن والصحة. ذني غالبية موازنة الدولة العراقية يفترض تخصص الذني القطاعين، مو يخصص لكم مبلغ صغير وتجون انتم تريدون تحلون المشكلة مدى تعرفون. اثنين الرقم معالي الوزيرة، أنا كنت متخيلة الأرقام راح تطلع أرقام كبيرة بحيث نقول راح تمشي وزارة الصحة. 8% ما لها قيمة. يعني باختصار شديد 8% ما تسوى أحمل المواطن الفقير وأثقل كاهله في وضع يعني وضع اقتصادي غير جيد. على الحكومة هي أن تجد حلول للأزمة المالية وتوفر لكم مال، وأنتم ما تكونون في مواجهة الشارع، لأن التوقيت الآن توقيت غير صحيح. والنقطة الأخيرة أتمنى الملحقيات الصحية أن تلغى بالكامل، لأن هي أنشئت في وقت كان أكو بي بحبوحة، كان أكو بي مال متوفر. الآن عندنا نقص، وأصلا إرسال المرضى للخارج هو محدود جدا، فما الداعي لوجود الملحقيات في الخارج؟ أتمنى يعني تلغى. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.